بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء متعلمي اللغة الإنجليزية، بأسلوب جديد هنحاول إن احنا نقدم أي قاعدة جرامر من خلال قصة نمشي بيها خطوات خطوات إلى أن نصل إلى تعلم القاعدة كلها بأسلوب مشوق وبسيط وسهل إن شاء الله. النهاردة أنا هتكلم عن قصة تكوين الأزمنة. الأزمنة طبعا موضوع كبير وموضوع مشترك معانا في كل قواعد اللغة الإنجليزية تقريبا. فلما نقول الأزمنة يعني هنقدم شرح بسيط الأول قبل القصة. الأزمنة ببساطة هي الأوقات، ونسأل نفسنا سؤال بسيط: إيه هي الأوقات اللي بتمر بينا؟ اللي مضى بنسميه الماضي، اللي احنا فيه بنسميه المضارع، واللي جاي بنسميه المستقبل. علشان لما حد يسمع كلمة الأزمنة ما يتخضش. الأزمنة هي الأوقات اللي موجودة في حياتنا. يبقى أنا عندي الباست، أنا عندي البريزنت، أنا عندي الفيوتشر. طيب كل قسم من أقسام الزمن فيه 3 أنواع: الماضي المستمر، الماضي البسيط، الماضي التام، المضارع نفس ال3 أقسام: المستمر والبسيط والتام. المستقبل نفس ال3 أقسام: المستمر والبسيط والتام. طبعا كلمة مستمر يعني continuous، كلمة بسيط يعني simple، كلمة تام يعني perfect. طيب يبقى نقدر نستنتج إن الأزمنة الرئيسية في اللغة الإنجليزية 3 في الماضي، 3 في المضارع، 3 في المستقبل، يبقى العدد 9. طيب أهم عنصر لتكوين الأزمنة هو استخدام الأفعال المساعدة helping verbs. يعني إيه فعل مساعد؟ الفعل المساعد فعل يتبعه فعل آخر يساعده، يعني الفعل المساعد بيساعد الفعل الآخر ده على تكوين زمن الجملة أو زمن الكلام. يبقى لما أقول على سبيل المثال I am، ده كده الفعل المساعد. reading يبقى ده الفعل الأساسي وتكملة الجملة عندي. يبقى I am reading، يبقى am ده فعل مساعد لأن جه بعده فعل إيه آخر. لكن لو أنا قلت I am a teacher، teacher هنا مش فعل بل اسم. teacher هنا اسم، فنقول كده عندما يتبع الفعل باسم أو صفة أو تكملة للجملة لا يكون فعل مساعد بل يكون فعل أساسي. أخد بالي من الكلام ده. يعني لما أقول I am a teacher مثلا they have a car، لا ده كده have هنا مش فعل مساعد لأن جه بعده اسم. طيب قصتنا بتقول إن إحنا كان عندنا راجل عجوز. نركز بقى مع القصة الجميلة. كان عندنا راجل عجوز. الراجل العجوز ده كان اسمه جده مساعد. جده مساعد كان عنده 4 أبناء. كان عنده الابن الأولاني اسمه بي. أصحاب بي يندهوا عليه يقولوا له فيرب تو بي. طبعا الفي دي هي اختصار كلمة فيرب، وتو معناها إن اللي بعدها هو مصدر الفعل. برضو عندنا أخوه، طبعا فيرب تو بي ده ولد. عندنا أخ آخر لفيرب تو بي اسمه فيرب تو هاف. عندنا ليهم أخت اسمها فيرب تو دو، وأخت رابعة اسمها مودلز، ومودلز معناها الأفعال الناقصة. فيرب تو بي لما كبر الراجل اتجوز وأنجب 5 أبناء. الابن الأولاني هو المصدر، الابن الثاني هو المضارع، الثالث الماضي، الرابع التصريف الثالث، والابن الأخير هو الفعل المنتهي ب-ing. المصدر عند فيرب تو بي ناخد بالنا، احنا اتفقنا ان تو هيأتي بعدها المصدر، يبقى مصدر فيرب تو بي هو بي نفسه. طيب المضارع منه am is are، الماضي was were، التصريف الثالث been، الفعل المنتهي ب ing هو المصدر، هحط له ing. هنروح على الأخ الثاني verb to have، هلاقي برضو الغيرة بقى برضو عنده 5 أبناء. يبقى المصدر، المضارع، الماضي، التصريف الثالث، والفعل المنتهي ب ing. المصدر هو اللي جاي بعد to يبقى have، المضارع have has، الماضي والتصريف الثالث زي بعض had، والتصريف الثالث had، والفعل المنتهي ب ing having. طيب بالنسبة لفيرب to do أختهم عندنا برضو 5 أجزاء: المصدر، المضارع، الماضي، التصريف الثالث، والفعل المنتهي ب ing. المصدر طبعا do، المضارع do does، الماضي did، التصريف الثالث done، الفعل المنتهي ب ing المصدر زائد ing. وصلنا إلى أختهم الأخيرة الأفعال الناقصة.
يا ترى ليه بيقولوا عليها ناقصة؟ الإجابة ببساطة كل إخواتها عندها مصدر ومضارع وماضي وتصريف ثالث وفعل منتهي ب-ing، لكن الأفعال الناقصة ما عندهاش مصدر، ما عندهاش تصريف ثالث، ما عندهاش فعل آخره ing، عندها مضارع وعندها ماضي. 5 أفعال في الأفعال الناقصة: will، can، shall، may، must. الماضي من will would، الماضي من can could، الماضي من shall should، الماضي من may might، الماضي من must مش موجود لكن بنستلف له من have to had to. يبقى احنا عرفنا ليه الأفعال الناقصة بنسميها أفعال ناقصة: ليس لها مصدر وليس لها تصريف ثالث وليس لها فعل منتهي ب-ing، بالإضافة إلى إنها ما ينفعش أبدا يجي بعدها to أو أي حرف جر آخر أو يجي قبلها أي حرف جر، أو ما ينفعش إنها تستخدم كفعل واحد في الجملة، لازم دايما 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 يأتي بعدها فعل آخر. طيب جد مساعد آدي أبنائه verb to be verb to have verb to do والأفعال الناقصة، وأحفاده من verb to be وأحفاده من verb to have أحفاده من verb to do أحفاده من الأفعال الناقصة. جد مساعد عنده ثروة. إيه هي الثروة؟ عنده 4 أفدنة: فدان 2 3 4. الفدان الأول زرعه مصدر، الفدان الثاني زرعه ماضي، الفدان الثالث زرعه تصريف ثالث، الفدان الأخير والرابع زرعه فعل منتهي ب-ing. جده مساعد راجل كبير في السن، ما عادش بيخرج من البيت. جاله في يوم من الأيام واحد من الجيران قال له: الحق عيالك وأحفادك بيتخانقوا على الفدادين بتاعتك. المهم جده مساعد دخل على الواتس وكتب رسالة لعياله: كلكم تجوني بعد صلاة الجمعة في المنظرة الكبيرة. جمعهم كلهم verb to be وأولاده، verb to have وأولاده، verb to do أولادها، والأفعال الناقصة وأولادها. كله جه عند جده مساعد قال لهم: بصوا أنا هفرق عليكم الأرض وأنا عايش. يا verb to be قال له: أيوة يا بابا. قال له: يا ابني خد أولادك كلهم، خد أولادك كلهم معاك وروح على الأرض اللي فيها ing. قال له: يعني إيه يا بابا؟ قال له: يا ابني يعني أنت من دلوقتي أنت أو أي جزء من أولادك، أي واحد من أولادك هيبقى موجود في الجملة، لازم يا verb to be يجي بعدك فعل منتهي ب-ing. طبعا يا أولاد إحنا بنتكلم هنا عن الجملة المعلومة، يعني الجملة اللي بتبدأ بفاعل. أنا ما بتكلمش دلوقتي خالص عن الجملة اللي بتبدأ بمفعول. يبقى verb to be دايما هيجي بعده فعل منتهي ب-ing. مش بس كده، قال له: يا verb to be أنت مسؤول قدامي دلوقتي عن تكوين كل الأزمنة المستمرة. أنت هتكون كل الأزمنة الcontinuous tenses، الأزمنة المستمرة. قال له: يعني إيه يا بابا؟ قال له: إحنا عندنا مضارع مستمر وماضي مستمر ومستقبل مستمر. يعني ببساطة يا verb to be أنت هتاخد المضارع بتاعك وتجيب بعده الجزء بتاع الميراث اللي هو الفعل المنتهي ب-ing. يبقى أنا لو عايز أعمل زمن المضارع المستمر أهو، المضارع المستمر، هجيب مضارع verb to be اللي هم دول، يبقى am is are زائد الفعل المنتهي ب-ing. لو عايز أعمل الماضي المستمر يبقى أنا هجيب الماضي بتاع verb to be اللي هم was أو were زائد الفعل المنتهي ب-ing. لو أنا عايز أعمل المستقبل المستمر هجيب will لأن ده مستقبل، واللي تاخد مصدر من verb to be will be زائد الفعل المنتهي ب-ing. يبقى احنا كده عملنا كل الأزمنة المستمرة اللي معروفة. طيب يعني ناخد مثال كده، هقول I am drinking. طب لو ماضي she was visiting her aunt yesterday in the evening مثلا. I will be studying. أنا هكون بذاكر دروسي tomorrow at 9 p.m. بكرة الساعة 9 مساء أو ليلا. طيب مين مستني دوره؟ verb to have. وأنا يا بابا هتديني إيه؟ قال له: يا ابني أنت خد أولادك كلهم وروح على الأرض اللي فيها تصريف ثالث. يبقى دايما verb to have يأتي بعده تصريف الثالث، وأنت هتكون الأزمنة التامة. هتكون الأزمنة التامة اللي هي البيرفكت تنسز. يعني لو أنا عايز أعمل مضارع تام هجيب المضارع اللي عندك اللي هو have أو has وأجيب بعده تصريف ثالث، يبقى المضارع التام have أو has زائد التصريف الثالث. طب الماضي تام ببساطة هجيب الماضي بتاع verb to have had وأجيب بعده التصريف الثالث. المستقبل التام كل المستقبل بيبدأ بويل، يبقى المستقبل يبقى will، هجيب جزء من verb to have يبقى have، دايما جزء من verb to have يجي بعده تصريف ثالث يبقى will have زائد التصريف الثالث. يبقى لو أنا قلت I have drunk، she had visited، I will have studied هكون ذاكرت، وهكذا. يبقى عملنا 3 أزمنة تامة باستخدام verb to have. يبقى
verb to be دايما بعده فعل منتهي باي ان جي، verb to have دايما بعده فعل في تصريف التالت. هنوصل لverb to do والافعال الناقصه. قال لهم انتوا بنتين فتاخدوا فدان واحد بس، للذكر مثل حظ الانثيين. طيب يا بابا يعني هناخد ايه؟ انتوا الاثنين يا بنات لموا اولادكم وروحوا لي على الارض اللي فيها مصدر. يعني ايه يا بابا؟ يعني اي جزء من اجزائكم، اي ابن من ابنائكم يبقى موجود في جمله لازم يجي بعده مصدر. الفعل في التصريف الاول يبقى مصدر الفعل اوله. الفعل في التصريف الاول بدون اي اضافات، بدون اس ولا اي اس ولا اي اس ولا دي ولا اي دي ولا اي دي ولا اي ان جي، يبقى بدون اضافات. هاخد بالي. يبقى لما اجيب دو في جمله او does في جمله او did في جمله او will او كان او shall او may او must او would او could او should او might او had to او اي فعل منتهي to، لازم يجي بعده مصدر اي تصريف اول بدون اضافه. وانتوا هتكونوا الازمنه البسيطه. يعني لو قلنا زمن المستقبل البسيط يبقى انا هجيب will كده وبعدها ايه؟ اتفقنا ان will هيجي بعدها فعل في المصدر infinitive اهو. يعني اقول I will drink، we will visit. طيب زمن المضارع البسيط. المضارع البسيط، وان كان المضارع البسيط في جمله الاثبات ما بيجيش فيها فعل مساعد، يعني بقول I we you they واجيب بعدها مصدر، يعني اقول كده I drink. طيب لو قلت مثلا I drink milk مثلا، عايز اسال سؤال او what ايه؟ what do you drink؟ يعني لما استخدمنا do جبنا الفعل في الايه؟ في المصدر. طيب he وشي وات بنجيب الفعل ينتهي باس او اي اس او اي اي اس، يعني اقول كده she cleans. طيب لو انا نفيت الجمله هقول she doesn't clean. ايوه كده تطبيق للكلام اهو، she doesn't clean. لو جبت الماضي البسيط، الماضي البسيط هو الفاعل زائد التصريف الثاني من الفعل، يعني اقول مثلا I drank انا شربت. طب لو جيت انفيها اقول I ايه؟ I didn't drink. I didn't drink. يبقى لما استخدمت will جبت بعده مصدر، لما استخدمت do او does جبت بعدهم مصدر، لما استخدمت did برضه جبت بعدها فعل في الايه؟ في المصدر. يبقى اتعلمنا من خلال قصتنا قصه جد ومساعد وابناء وفيرب تو بي اللي بياخد فعل منتهي باي ان جي، وفيرب تو هاف اللي بياخد تصريف ثالث، وفيرب تو دو الافعال الناقصه اللي بياخدوا مصدر. تخيل انت لو فهمت القصه دي، فهمتها، يبقى عمرك ابدا ما هتجيب لي اي ام وتجيب بعدها مصدر، مش هتجيب هاف وتجيب بعدها فعل منتهي باي ان جي، مش هتجيب دو او داز او ديد او ويل او كان او اي فعل ناقص وتجيب بعدهم تصريف ثالث وتجيب بعدهم فعل ينتهي باس. ابدا ابدا ابدا. يبقى ابسط قواعد الكتابه ان انا اكتب جمله سليمه، ابسط قواعد المعرفه ان انا اختار اختيار سليم في الامتحان ان انا اعرف قصه الافعال المساعده، كيف يمكن استخدام الافعال المساعده بشكل سليم، هكون جمل سليمه، هفهم الجرامر بطريقه سليمه. واتمنى ان احنا نكون ان شاء الله استمتعنا قصتنا النهارده، قصه استخدام الافعال المساعده في تكوين الازمنه. الى لقاء جديد ان شاء الله في حصه اخرى من حصص القواعد للغه الانجليزيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.